السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما معانا كده بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب ان شاء الله ربنا يحققها له يا رب ان شاء الله، في الخير دايما كده يا رب، متجمعين دايما. آه يعني الحلقة دي انا طالعة يعني مخصصاها. الحلقة دي بصراحة خصصتها للكيكة، لان اسئله كتير بتجيني في موضوع الكيكه. اسئله كتير بصراحه يعني. يعني الكيكه مثلا ليه بتبقى هابطه الكيكه؟ اعرف منين ان مثلا الخليط بتاع الكيكه ده احطه في صينيه مقاس كام؟ طب اعرف مقاس الصينيه كان يعني مناسب ولا مش مناسب ازاي؟ ممكن الصينيه ما يكونش مكتوب عليها مثلا رقم 22 25 6 كده، فاعرف ازاي؟ طيب ايه اللي بيخلي الكيكه معايا تطلع مش مظبوطه؟ فكل الاسئله دي احنا يعني انا عملت الحلقه دي، عملتها عشان ارد عليها على كل الاسئله الخاصه بالكيكه، وازاي ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي تطلع معانا الكيكه ناجحه، وازاي يعني نتخطى اي حاجه ممكن تخلي الكيكه بتاعتنا ايه تطلع مش كويسه، او يعني يطلع فيها حاجه كده ايه تبوظ مننا. آه، اول حاجه كده هنبدا يعني، طالما احنا هنعمل كيكه يعني ايه بنبدا بالمقادير طبعا. طيب هناخد اول معلومه بالنسبه للمقادير. انا هعاير دلوقتي، هعمل الكيكه بتاعتي، فهجيب الحاجه اللي انا هعاير بيها مكوناتي، سواء اللبن او الزيت او الدقيق او السكر. تمام. آه، انا عايرت بدي، مثلا بدأت بدي أعاير أهو، أنا أخدت دي كمعيار، الحجم ده عندي كمعيار، يبقى أمشي عليه. دي أول نصيحة اهي، يبقى أمشي عليه كل مكوناتي. يعني أنا مثلا عايرت السكر بدي، يبقى نفس دي أعاير بيها اللبن، نفس دي برضو أعاير بيها الزيت. تمام. الدقيق برضو زي كده. طيب ما عنديش دي، عندي مثلا دي، هستخدم المج ده اللي هو المج اللي البيوت كلها ايه بتستخدمه ده، يعني هو ده اكتر حاجة بنستخدمه تقريبا يعني، اللي هو المج ده. استخدمت ده برضو طالما انا بدأت بيه اول مقدار وعملت بيه مثلا، عايرت بيه السكر، اكمل بيه برضو. ما جيت مثلا اروح معايره السكر بده وبعد كده اروح اعاير مثلا اللبن بده، ما ينفعش كده، هيبقى في خلل عندي في ايه، في كمية المقادير اللي انا حطاها، كده هيطلع حاجة اقل من حاجة، واحنا عايزين الحاجة تطلع مظبوطة. لان زي ما قلت لكم كتير في فيديوهاتي اللي بعملها عن الكيكة بالذات، ان الكيكة التعامل معاها عايزين ايه اللي هو يعني بتبقى شوية في المقادير وفي الطريقة. الكيكة حساسة شوية في موضوع مقاديرها ومكوناتها والطريقة نفسها يعني. ما ينفعش ان احنا كده ايه يلا كده وخلاص، لا، لازم الحاجات تطلع مظبوطة معانا، ونعاير بمعون واحد او بكوباية واحدة او بمعيار واحد. استخدمت دي اكمل بيها على طول، استخدمت الكوباية دي اكمل بيها كل مقاديري، استخدمت دي برضو، في ناس برضو عندها الكوباية دي فاكمل بيها. يعني عملت بيها، عايرت بيها اللبن اعاير بيها السكر اعاير بيها الزيت، باختلاف طبعا الكمية. يعني انا مثلا هعاير لبن عايزة كوباية، هحط كوباية. الزيت مش هحط كوباية، هحط كوباية الا ربع، يبقى انا احط كوباية الا ربع. بس المهم ان انا بستخدم للمقادير بتاعتي في الكيكة كوباية واحدة، يعني ايه حجم مقاس كوباية واحدة، سواء دي او دي او دي. انا وريت لكم الثلاث احجام اهو، واي حجم انتوا عندكم هتعملوا بيه يبقى تطبقوا عليه باقي المقادير كلها. دي اول معلومة، دي اول معلومة بالنسبة ايه ل لنصايح الكيكة وازاي تطلع معانا ايه، تطلع معانا حلوة. المعلومة اللي بعد كده، في حاجة اكتشفتها لازم طبعا انا اللي الامانة، يعني انا بحب دايما الحاجة اللي بكتشفها يعني اقولها لكم اول باول. يعني بصوا، انا كنت ماشيه من زمان على موضوع ان انا بحط معلقه صغيره خل في المكونات بتاعه الكيكه بتاعتي. اتضح لي بعد كده لما جيت جربت عصرتين الليمون، بصراحه يعني فرقت معايا.
في موضوع زفارة البيض، فرقت معايا في موضوع ريحة الزفارة، فرقت معايا حتى في الطعم كده، طعم الكيكة اداني طعم حلو يعني. هو ما كانش باين على فكرة طعم الليمون خالص نهائي في الكيكة لما انا عملتها، بس الليمون يعني بصراحة يعني يعني افضل بكتير من الخل. فلما نيجي بعد كده يعني خلاص كده سيبك من الخل اللي بتحطيه بقى في الكيكه، لا خلاص كده هنعتمد الليمون دايما، بس يعني نقطتين كده يعني على قد كميه الخل اللي انت بتحطيها هنحط ايه الليمون في المقادير. تمام. موضوع نخل الدقيق، لازم انخل الدقيق. تمام. مش ما ينفعش اجيب الدقيق واحطه كده، ممكن يكون فيه حاجات متكتله ما نعرفش احنا طريقه التخزين بتاعته ازاي في تخزين الكيس اللي جايبينه بتاع الدقيق لما نيجي نشتراه. احنا عارفين الدقيق ده ما ممكن نحطوه كده على طول هتلاقوا فيه تكتلات، فده برضو بيطلع معانا في قلب الكيكه بتطلع يعني مش كويسه. فلازم يعني بصوا احنا كل ده بيحصل في لحظات واحنا بنعمل الكيكه، فلازم الحاجات دي نخلي بالنا منيها. يبقى لازم يعني ما عنديش المنخل اللي هو كده اللي شفتوه معايا ده او الكده ده، لا يبقى نجيب ايه بقى، عارفين المصفايه بس تكون يعني فتحتها رفيع كده او ضيقه خالص. نجيب المصفايه وايه وننزل بقى بالدقيق بتاعي كده انا نخلته. المهم ان انا انزل منه الكتل او الهواء اللي هو يعني اخلي الدقيق هش كده عشان يديني كيكه عاليه ويديني كيكه ايه مسمها كده حلو، المسام اللي جوه بتاعتها كده حلوه ومسدوده وحلوه. طيب ايه تاني معانا؟ حجم الصينيه. في اسئله كتير بقى اللي جاتني بقى، ازاي اعرف ان الصينيه دي مناسبه على الخليط اللي انا عملته بتاع الكيكه؟ ليه؟ لان في ناس بتعمل الكيكه ساعات بيطلع بتعمل الكيكه بكوبايتين دقيق، في ناس بتعمل كيكه بكوبايه دقيق، في ناس بتعمل كيكه بثلاث كوبايات دقيق. طيب في كل الحالات، في كل الحالات ايا كان انا هعمل مقدار الكيكه اللي انا عاملاه دلوقتي بكام كوبايه دقيق، فانا مش عارفه هستخدم انهي صينيه، يعني ممكن اجيب صينيه مش هتبقى مناسبه مثلا. فبصوا خدوا المعلومه دي، المقدار اللي انا هيطلع معايا من الكيكه حاجه هنا كده، وشايفين يعني نص الصينيه هنا، النص كده يعني اخلي الخليط بتاعي يعني يجرب كده، يجرب على النص بتاع الصينيه كده، اعرف ان الكيكه بتاعتي هتطلع عاليه وان المقاس بتاع الصينيه ده مناسب جدا للخليط اللي انا عملته بتاع الكيكه. ما ينفعش مثلا اروح انا جايبه الكيكه بتاعتي واروح اصبها هنا في الصينيه وتبقى في قعر الصينيه هنا يا دوبك كده ايه حاجه كده كده، لا كده هاخد علو وارتفاع يعني للكيكه واطي شويه كده، ارتفاع واطي قليل. ليه؟ لان انا اخترت مقاس الصينيه المقدار اللي فيها مش مكفي يعني قليل، فيبقى انا لازم المقدار اللي هحطه يعني يقارب لنص، اعلم كده يعني مثلا فين نص الصينيه هنا نصها، فين المستوى بتاع النص اقل من النص بحاجه بسيطه كده، يبقى ايه المقدار بتاعي او الخليط بتاعي دخل في ايه، دخل في صينيه مناسبه، يعني انا حطيته في صينيه مناسبه. لو انا ما اعرفش لما بقول لكم الكلام ده، لو انا ما اعرفش الصينيه من تحت هنا مكتوب مثلا كام، يعني هنا بتبقى في صواني مكتوب فيها 24 مقاس 28 مقاس 22 مقاس 22 وهكذا. افرض انا معايا طقم صواني مش مكتوب فيه هنا الرقم بتاع الصينيه، هعتمد على الحته اللي انا قلتها لكم، احط الخليط يكون يعني جايب معايا هنا كده اقل من نص الصينيه بحركه بسيطه، اقل من نص الصينيه كده هيديني ارتفاع بقى ايه كيكه بقى ارتفاع حلو ومضمون باذن الله. الحاجه اللي بعد كده ندخل في التسويه بقى، ندخل في التسويه. التسويه بتدخل على درجه لا قبل ما نتكلم في الحراره، قبل ما نتكلم في الحراره نتكلم في ان ايه اللي بتيجي تشغل الفرن قبل الكيكه وبتخليها سخنه جدا، ده غلط، اكبر غلط. انت بتدخل الكيكه كده على بتصدميها بدرجه حراره عاليه، فكده انا بتطلع معايا بتهبط. اوعوا تكونوا بتفكروا ان انا لما ادخل صينيه الكيكه على درجه حراره عاليه جدا الكيكه كده يعني كده يعني تمام وكده انا بخليها ناشفه، لا بالعكس، ده انا لما ادخلها على درجه حراره هاديه. يعني انا دلوقتي خلاص بعمل خلاص في اخر مكون اللي هو الدقيق خلاص ومحسن الكيك، ابدا اشغل الفرن بتاعتي، اشغلها يعني قبل دخول الكيكه كده بدقيقتين. هو كده هاخد افتح الفرن بتاعتي مش هتلاقيها سخنه، لا هتلاقيها كده اللي هي هاديه شويه. هبدا بعد كده ان انا ادخلها على درجه الحراره، ابدا بقى اروح ايه ظابطه درجه الحراره، اخليها على 180 درجه،
على 180 درجة. ما خليهاش اقل من كده، يعني ما خليهاش مثلا 140 150، لا كده الكيكه بتاعتي او الحاجه يعني كده مش هترتفع معايا وهتعوج معايا في الفرن وتطلع ناشفه معايا. طيب لو خليناها اعلى من كده هتتحروج مني من تحت ومش هتعلى. وبصوا انتوا تخلوها دايما على 180 درجه حبايبي، كده هي يعني انسب درجه حراره للكيكه. ونحطها يعني مش في الرف اللي تحت خالص ولا نرفعها فوق خالص، لا نحطها في الرف الوسطاني، في الرف اللي في النص. بنسيب مسافة تحت في الفرن، يعني اللي هو تحت في ارضيه الفرن، ما نخليهاش قريبه خالص وما نخليهاش عاليه خالص فوق، نحطها في النص بالنسبه للتسويه. ايه تاني؟ وما نفتحش عليها قبل 20 دقيقه، ما نفتحش على الكيكه عشان نشوف يعني العلو بتاعها قبل 20 دقيقه. ابقى ظبطها مثلا، حطيتها مثلا الساعه 10، يبقى 10 وتلت اروح ابدا اشوف، افتح كده الفرن واشوف ايه الدنيا كده عليت كده. تمام. بجيب كده خشبة او خلة يعني، ايا كان حاجة عندك او حاجة، اي حاجة بتحطيها في قلب الكيكة بتطلع كده هنا مفيش عجين فيها كده، يبقى انا كيكتي ايه كده. اروح طافية الفرن واطلعها. في ايه تاني معانا؟ مش عايزين ننسى الاسئلة كلها اللي جاتني. ليه بتطلع هابطة معايا؟ ممكن كمان موضوع الهبطان بتاع الكيكة، ممكن اكون انا الرف بتاع الفرن اكون انا مظبطة طبعا الحرارة ومظبطة الرف الوسطاني وما بشغلش على فكرة فوق. المعلومة مش بشغل فوق خالص، بشغل تحت. النار بتبقى اللي هي تحت بس، مش بشغل فوق. ولو عايزه اشغل المروحه انا بشغل المروحه بتاعه الفرن عادي، مفيش اي مشاكل. شغلي المروحه بتاعه الفرن بتاعتك بتطلع جميله وزي الفل. لان في واحده سالتني حبيبتي برضو قالت لي ينفع اشغل المروحه اثناء تسويه الكيكه؟ شغلي المروحه عادي، مفيش اي مشاكل. المهم انك انت ما تشغليش فوق، يعني بس شغل الفرن من تحت بس، يعني تبقى النار بس شغاله تحت بس. من ضمن موضوع ان الكيكه بتهبط منك، ممكن تكوني مظبطه كل حاجه، على فكره كل حاجه معاكي سليمه، تظبيط الفرن ودرجه الحراره والصينيه مناسبه وكل حاجه، وتروحي تلاقيها إيه واطيه من حته وعاليه من حته او واطيه كده، يبقى في مشكله عندي في ايه؟ في الرف اللي انا حاطه عليه اشوف الرف اللي انا حاطه عليه الكيكه، ممكن الرف نفسه يكون عامل كده، يكون يعني انا ما واخداش لي بالي منه. ممكن الرف ساعات في الافران يعني بتاعتنا بيبقى فيه هنا في الرف كده في الرف بتاعنا اللي حاطين عليه كيكه، بيبقى فيه كده حاطين لك فيه كده يعني حاجات حديد كده زي كده اسمها ايه اللي بيقولوا عليها، حاجات كده مفصلات كده هنا، مفصلات انتوا بتشوفوها طبعا، يعني كده حاجه كده وحاجه كده. فانا بالتالي لما باجي احط الكيكه ما بتبقاش عامله كده مستويه كده، لا بتبقى مديها ميلان. الميلان ده بتاع الرف اللي انا حطيت عليه هو ده اللي بيطلع الكيكه بتاعتي واطيه من حته وعاليه من حته. فانا اعمل ايه؟ طبعا الرف كده، الرف فيه حته الحديده هنا، الحديده اللي هي السيخ، ايوه هو ده السيخ اللي بيبقى محطوط وشابك هنا، او شابك في الرف بتاع الفرن. اما خليش السيخ هنا كده من فوق عشان ما احطش الفرن كده، ما احطش الصينيه وتبقى كده بصوا تبقى كده تروح وتيجي كده، لا اجيب اللي هو اللي كده ده اللي هو بيبقى عامل كده، بيبقى عامل زي كده السيخ، على فكره السيخ بتاع الرف. مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا يعني من الحته اللي بكلمكم فيها؟ اكيد انتوا الستات طبعا هتبقى فاهمه الحاجات دي، لان انتوا عارفين الشبكه، ايوه الشبكه بنحط عليها بيبقى فيها سياخ كده، كده اهو كده اهو كده اهو السياخ. فانا ما اجيبش اخلي السياخ دي من فوق، لان الصينيه بتاعتي هتبقى عامله كده، مش هتبقى ثابته مكانها. يبقى انا اروح عامله كده، اروح انا قلبه اخلي الناحيه اللي فيها السياخ اللي هنا دي اخليها تحت، واخلي الحته المستويه فوق، بحيث ان انا المستويه دي سطح المستوي هو ده اللي انا هحط عليه الكيكه بتاعتي، تفضل ثابته فتره التسويه كلها لغايه ما تطلع وتبقى تمام كده. ما فيش حاجه تروح وتيجي كده يعني تبقى معايا مظبوطه. ايه تاني؟ مش عارفه ايه تاني، شوف يمكن يعني احنا جاوبنا على ليه بتطلع هابطه، ليه عاليه من جنب وجنب، لا جاوبنا عليها واتكلمنا في التسويه، واتكلمنا في المكونات بنعاير بكوبايه حجم واحد، واتكلمنا في موضوع اللي بدلنا موضوع الليمون بالخل. وممكن على فكرة اكون انا برضو يعني غصب عني نسيت برضو ان انا في حاجات ممكن تتنسي. لو انتوا فاكرين في اي صعوبات بتواجهكم في الكيك اكون انا نسيت اكلمكم فيها،
اكتبوا لي تاني في التعليقات وقولوا لي ايه اللي انتوا في الكيكه بتطلع معاكم مش مظبوطه، وانا يعني ان شاء الله باذن الله هجاوب عليكم باذن الله في التعليقات. ان شاء الله هتطلع. بصوا بعد النصايح اللي خدتوها النهارده باذن الله وهتعملوا بيها باذن الله، باذن الله ان انتوا هتطلع معاكم الكيكه دي يعني مضمونه 100% باذن الله. ما تقلقيش منيها واعملي بالنصايح كلها اديتها لك. ما تخافيش من موضوع الليمون، ما تخافيش، بالعكس ده اكتشاف يعني بالنسبه لي يعني. كده خلاص يعني انا اديت لكم يعني بنسبه كبيره جدا، طلعت لكم كل المعلومات اللي بتحتاجوها انتوا في موضوع الكيكه. ولو في اي حاجه انا نسيت اقولها لكم برضو فكروني بيها في التعليقات. يعني برضو الواحد ساعات يعني برضو كتر خير الدماغ، يعني ممكن اكون انا نسيت معلومه ولا حاجه، فسامحوني واعذروني. فانتوا لو في اي معلومه انا نسيت اتكلم فيها يعني اكتبوها لي في التعليقات، فكروني بيها. قولي لي انت الحته دي نفس يعني اشرحيها لنا تاني، او قولي لنا ازاي وكده، وانا ممكن طبعا اعمل لكم فيديو تاني. او لو كانت الاجابه بسيطه هكتبها لكم في التعليقات. يا رب ان شاء الله كده تكون ان شاء الله حلقه مفيده جدا يا رب العالمين. واللي يكون الكيكه مش بتظبط معاه ان شاء الله كده باذن الله يعني بعد ما تسمعوا كده المعلومات المفيده دي يعني ان شاء الله كده وتطبقوها كده على الكيكه. لان الكيكه والله اوعوا تفكروا ان هي صعبه ولا حاجه. ده هي بس عايزه شويه التكات اللي قلتها لكم دي والحاجات ننتبه منها كويس خالص. هتطلع كيكه يعني عاليه وهشه وجميله وطعمها حلو، وما فيهاش خالص موضوع زفاره البيت والبيض والكلام ده. واتمنى لكم يا رب دايما كده النجاح والتوفيق في كل ايامكم يا رب وكل حياتكم. ودايما كده يا رب ان شاء الله اشوفكم سعداء ومرتاحين البال يا رب. يبعت لكم السكينه والطمانينه لقلوبكم كلها يا رب. اتمنى لكم كل الخير يا رب العالمين لحياتكم جميعا يا رب يا رب ان شاء الله. دمتم كده يا رب كده في صحه وسعاده، ودمتم سالمين يا رب ان شاء الله. وشكرا يعني ماما حوريه بتقول لكم يا رب كده ان شاء الله تبقى ايامكم كلها فرح وسعاده. وشكرا لكل متابعينا، شكرا لكل حد يعني بيتابع قناة ماما حورية. واللي مش متابع يتابع القناة ان شاء الله بإذن الله هتلاقوا كل استفادة وكل يعني حاجة مفيدة للبيت والمطبخ وكل حاجة يعني تخص البيت والطبخ ومعلومات ونصايح وكده ان شاء الله. وشكرا لحسن استماعكم، واتمنى لكم يا رب كل الرزق والسعادة والفرح لقلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.